جول، هي جول، لصالح فريق نادي الشباب بمحاولة فردية رائعة تماما. إذا يتقدم يظل المولدوفي لوفانور، يتقدم يتوغل يسدد على شمال حارس مرمى فريق نادي السيب جمعة مجيشي، وبالتالي يسجل هدف المباراة الأول هنا في هذه اللقطة وفي هذه الدقيقة، في الدقيقة 83 أي 7 دقائق قبل نهاية زمن شوط المباراة الثاني، بتمريرة ولا أروع، بمحاولة ولا أجمل، بتسديدة هي الأخطر والأجمل. إذا الشباب يتقدم على أصحاب الأرض والجمهور هنا في السيب. شوف يا لي لوفانور ياخذها. شوف اني كرة تجيلي كارلوس فيلانويفا على قدم المولدوفي لوفانور ويسيطر ويسدد. لاحظ كنترول، بعد ذلك التسديد ثم الهدف، وبالتالي البسمة تأتي من خلال لوفانور. يا سلام، كرة كارلوس فيلانويفا على قدم لوفانور، وبالتالي جماهير الشباب تصعد تفرح تماما بهذا الهدف. إذا الشباب المباراة الثانية والمقدر ب4 دقائق، وهذا هو خالد الحمداني طبعا هي المخرج يدوب الان عطنا الانذار، والانذار كان حوالي قبل دقيقتين من الان. كرة تتخلص ترجع مرة ثانية توصل على طول على نص الملعب لصالح فريق نادي السيب. تمريرة امامية الان لمازن السعدي، محاولة مرور خطيرة هذه تتسدد. يا ساتر يا سلام، سالم عبد الله وردة الفعل الرائعة تماما، محاولة تسجيل هدف التعادل، ولكن سالم عبد الله يتدخل وبالتالي يبعدها يطلع خارج الملعب. ضربة ركنية لصالح فريق نادي السيب، خطيرة كانت للسيب، خطيرة، والتسديدة كانت ايضا خطيرة لان واجه المرمى سدد، لكن حارس المرمى سالم عبد الله لعب دور كبير في اللقطة الماضية وبالتالي حرم السيب من هدف التعادل. محاولة مرور الان، الكرة تتلعب، الخطورة لا زالت قائمة وراسية، وجول هدف التعادل لصالح فريق نادي السيب في الوقت بدل الضائع لجل الشوط المباراة الثاني. هدف التعادل يا لطيف، هدف قاتل لصالح فريق نادي السيب في الوقت بدل الضائع. يظهر لي عن طريق هيثم الحرمي هو اللي سجل هدف التعادل، لان جماهير السيب فرحت تماما بهذا الهدف على اعتبار انه هو الهدف التعادل، الهدف الذي قد يذهب بالشباب والسيب الى ركلات الترجيح، قد يذهب بالفريقين الى ركلات الترجيح. ولا جانب الجماهير، جماهير السيب الفرحه تماما بهدف التعادل. شفنا المحاوله، يعني فشلوا في المحاوله الاولى ولكن نجحوا في المحاوله الثانيه في هدف التعادل لصالح فريق نادي السيب. لاحظ هذه الكره توصل على الجانب الشمال، هني اخذها سلطان الجلبوبي، لعبها بعد ذلك الراسيه، والراسيات هني الجلبوبي هذا هو سيطر على كرة الان. لاحظ عدى من حيد روف، لعبها هني تتلعب وبالراس، ويظهر لي هيثم المحرمي هذا الجلبوبي. بعد ذلك اذا تشوف هني اكل اللي هو حيد روف، وهني مباشرة هدف التعادل. وهذا الجلبوبي اخذها يلعبها هني. لاحظ الرأسية كانت يظهر لي من المحرمي، هنا المحاولة الرأسية كانت وعلى يمين حارس مرمى نادي الشباب سالم عبد الله، وبالتالي هدف التعادل.